عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم معكم وصفات طرفي نجاة. اليوم جيت نحضر معكم لعشاق بطاطا فريت، تجي مقرمنه او مقرمشه، كتجي بحال ديال المطاعم، وهذه بالتوابل كتجي رائعه. اول حاجه بعدا عندي هنايا 6 البطاطات، نتوما على حسب، كنقيها بحال هكا، ما كتكون غليظه ما كتكون رقيقه بهذا الشكل، وكنغسلها مزيان 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 حتى كيتحيد من هذاك النشا ديالها مزيان. وغادي نجيب هذا بلاطو على هذا الشكل، وغادي نحطها فيه تنشف بحال هكا. انا نقيتها وغسلتها باش ما نطولش الفيديو. على هذا الشكل صافي كنبقى نمسحها بحال هكا حتى كنحيد من هذاك الماء. عاد غندير لها التوابل والنشا هكا مزيان، كنشفوها كنخليوها حدا هنا هكا تنشف بحال هكا. واصلا كنكونوا غاسلينها مزيان باش كتجينا ديك التقرميله فيها هكا. على هذا الشكل كنشفوها مزيان، كنجيبو بول هكا وكنحطوها فيه كامله صافي. بعد ما غسلتها هكا مسحتها مزيان، كنجيب بيضه كنطرطق عليها بيضه هكا، وكنجيب الملح على هذا الشكل على حسب نتوما كتبغوها مالحه او مسوسه. كتعجبني انا فيها الملح. كنجيب شويه التحميره على هذا الشكل، شويه نص معلقه. كنجيبو شويه ديال الخرقوم هذا بلدي حتى هو كنديروه على هذا الشكل، كيجي عطا واحد المذاق بحال شكل الدجاج. وكنديرو سكينجبير هكا، وكنديرو شويه ديال البزار اولا ديروا هريسه ولا ديك السودانيه. صافي غادي نخلطها هكا مزيان حتى تدخل فيها هاد الاقامه هكا، تدخل مزيان وديك البيضه وداك الشيء. صافي كنخلطوها على هذا الشكل، كنبقاو لها هكا هكا حتى كتخلط لينا مزيان مع داك التوابل والبيض. صافي كنزيدو المعلقه دابا ديال النشا، هادي النشا او مايزينا هكا، كنديرو 2 معالق كبار صافي. وكنزيدو معاه هاد الذره هادي، كنزيدو معاه 2 معالق. هاد الذره هادي اللي كنديرو ديال الدجاج، باش كنبغيو نحمرو الدجاج نقرملوه كنديرو ليه هادي، كنديرو شي 2 معالق كبار صافي. وكنحركوها عاوتاني كامله هكا. والزيت دابا كيسخن، كتجي رائعه رائعه البطاطا، كتجي بهذه الطريقه وما كتهش لينا حتى الزيت هكا. صافي دابا الزيت كيسخن ليا مزيان، انا غندي هاد التقله ونرجع. صافي الزيت عندي كيسخن هكا، بالزربه كطيب لينا هكا. نبقاو نحطو بالوحده بالوحده على الشكل. بسرعه كطيب، كتجي مقرمله لينا من الداخل هكا. على الشكل صافي ما كنحركوهاش حتى كتبدا لينا كتحمر، وغادي نكملو وغادي نرجع. ها الفريت ديالنا كيفاش كيجي بحال هكا طيب ومقرمله، كتجي بحال هكا من الوسط، كتجي زوينه مع داك المقادير اللي درنا، كتجي على هذا الشكل وكتجي بنينه بنينه بنينه. ما نقولش لكم حتى تجربوها، كتجي بنينه
وانتم تشوفوا تعجبوا وليداتكم. ما كتهش لينا الزيت، انا نحطها في طبسيل التقديم. فوالا صافي كنصايبوا معاه واحد شويه ديال الدجاج كنحطوه عليه بحال هكا، وكنقدموا الطبسيل ديالنا بالدجاج تا هو كنا مدخلينه للفران ما وريتوش. والبطاطا كتجينا ناشفه على هذا الشكل مريقه عاديه. الدجاج والفريت كتجي زوينه. كنتمنى الوصفه تعجبكم. البطاطا ديروها لوليداتكم بهذا الشكل، كتجي رائعه رائعه بحال هكا. هكا كتجي فنه وما كتهش لينا الزيت. كنتمنى الوصفه تعجبكم وديروها لوليداتكم. والسلام عليكم وباي باي.